بالأمس كنا لاتس دبكة نرقص وندبك لنثبت أننا أقوياء، واليوم ها نحن نقبل الرقص لنثبت أننا أيضا أقوياء، مع فارق أننا الآن نرقص على حافة وطن وناس وأحلام أطفال تعبوا باكرا وباكرا جدا. للحظة يبدو أن الرقص يوحدنا. ترانا في الوطن نرقص خوفا وقلقا وضياعا وتفتتا، وفي الغربة نرقص حنينا وقهرا وغصة وغربة انتماء. المشكلة ليست بالوحدة، بل بكم أصبحنا نتقن الرقص إما على نغمات مختلفة، إما على صوت تصفيق آت من بعيد، وإما على لحن عابر للحدود يدعونا للرقص على أوتاره. ويبقى السؤال: متى سندرك أن الرقص قد يكون مهنة أو هواية لأفراد داخل شعوب، ولكنه لا يمكن أن يصبح يوما هوية وطن؟ كفانا رقصا فوق القبور، إن أولادنا كل أولادنا يستحقون أن يرقصوا رقصات حياة.